كلنا نعرف غامبول، وكلنا نعرف داروين أخ غامبول. واللقطة التي أحضرتها لكم اليوم تعتبر أوسخ لقطة في تاريخ الكرتون. نعم يا أصدقاء، وهذه اللقطة فيها غامبول وداروين. تابعوا معي اللقطة يا أصدقاء. في هذه اللقطة يا أصدقاء نجد الفتى داروين جالس على الكمبيوتر ويقدم بعض التعليمات للفتى غامبول. بعدها نجد غامبول جالس على الجهاز، وذلك الجهاز يخرج شعاعا غريبا. بعدها نجد داروين يصرخ كأنه رأى شيئا غريبا. بعدها نجده في الحمام وهو يغسل عينيه. أعتقد أن الأمر واضح يا أصدقاء، وهذا يعني أنه رأى شيئا يا أصدقاء. أعلم أنكم فهمتم. فهذه اللقطة يا أصدقاء تعتبر من أوسخ اللقطات في تاريخ الكرتون، لأن داروين كان يقول لغامبول: اجلس على الجهاز لكي أكشف عليك، وأخذ له صورا لجسمه من تحت، وغامبول كان عاريا تماما. لأننا لاحظنا عندما وصلت الصور لداروين، داروين صرخ